كل ده مجانا وذكاء اصطناعي. خليني اوريك ازاي تعمله، بس ما تنساش تعمل اشتراك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. طبعا احنا عملنا الفيديو دوت قبل كده، او نفس المحتوى يعتبر قبل كده، بس هنعمله دلوقتي بطريقة احترافية اكتر. احنا نفس الكلام هنستعمل برضو تشات جي بي تي مع الموديل دوت مدعم من جوجل فيديوز. هنيجي في السيرش نكتب جوجل فيديوز، نخش اول لينك يظهر لنا ديت. طبعا بتقدمها جوجل عشان ورك سبيس لصناع المحتوى. هنعمل تسجيل دخول بالجيميل بتاعنا. نبدأ بقى، وبيدينا شوية اوبشنز كده، في افقي وفي عمودي وفي مربع. بالنسبة لأشكال الفيديوهات اللي أنا أقدر أعملها في الأفقي، طبعا هنختاره بقى الموديل اللي احنا محتاجينه أو الأداة اللي احنا بنستخدمها اللي هي فيو 3.1. في طبعا افاتار، وفي موديل اسمه لايرا مش عارفه بصراحة، تسجيل وهكذا. المهم دخلنا على فيو. في فيو بقى بيدينا شوية افكار زي الافاتار، في تعليق صوتي اللي انا اثبت صوت انا اللي اتكلم بيه، في افاتار يتكلم، في موسيقى ان انا اعمل اغنية من كلام معين، في ان انا انشئ صورة النانو بنانا المعروفة طبعا الاداة القوية، وفي الترجمة والشرح دوت ان انا الكلام اللي بيتكلم بيه الفويس اوفر يظهر على الشاشة. فهبدأ هنا طبعا هعمل في عندي انشاء فيديو من الصفر، وفي اضافة مؤثرات حركية للصورة. طبعا هنشئ فيديو من الصفر، وهنا المكونات هضيف الصور اللي انا محتاجها تكون معايا في المشهد اللي انا هعمله. المشهد طبعا بتاعه مدته 8 ثواني. دخلت على شات جي بي تي وقلت له اديني سيناريو للطالب. انا قلت له الحكايه من اوفر فيو عن الحكايه، هو هيديني السيناريو. وقلت له طبعا ان انا هستخدم فيو. عطاني طبعا الستوري، وكنت محدد لهم 10 مشاهد. طبعا استخدمت نفس الستوري اللي انا استخدمتها في بيكا ورانوي قبل كده. آه، عشان مش هدف الفيديو ان انا اخترع ستوري جديدة، لا، هو الهدف ان انا اعلمك ازاي تشوف استخدام المادة. هنا اعطاني المشاهد وقال لي استخدم هنا الصورة الجماعية الاولى، او يعني بيحدد لي الصورة اللي انا هستخدمها في المشهد دوت. واعطاني هنا البرومبت. خدت البرومبت كوبي ودخلت هنا في الوصف وحطيت البرومبت، وبعد كده ضفت المكونات. ودخلت في المكونات هضيف الصورة اللي حددها لي تشات جي بي تي. طبعا انا ممكن ارتجل واحط صور من عندي وطبعا العقل الانساني البشري احسن بكتير في الحاجات ديت. لو حبيتوا يعني ترتجلوا وتجربوا مع نفسكم. هنا بحط الفويس اوفر بتاعي اللي هيتقال في الخلفية من ورا. بس في مشكلة هتقابلنا في موضوع الفويس اوفر ديت، هنشوفها بعدين. هنا بعمل باست للفويس اوفر وبعمل انشاء. يبدأ هنا بيعمل المشهد هو دلوقتي. هنا بعد ما خلص المشهد، أول يوم ليا في الكلية كنت داخل وأنا مش عارف مستني إيه. طبعا أول يوم ليا في الكلية باخد المشهد بعمله دراج هنا. أول يوم ليا في الكلية كنت داخل إيه. طبعا المشهد باين انه احترافي جدا، مش صورة وكابشن، فهو غير هيئة المشهد برضو. بعمله هنا ادراج تحت عشان اعمله اجمعه، يعني كالكوليشن مع شوية مشاهد تانية. بروح اعمل المشهد التاني بعمله برضو نفس الكلام، بنسخ البرومبت وبشوف الصورة. اعمل نسخ البرومبت الاول، وبعمل نسخ للفويس اوفر، الكلام اللي هيتقال في الفويس اوفر. باخد بس كلمة فويس اوفر عشان ده برضو في الاول وفي الاخر تول، فهي لازم احدد لنا دوت الفويس اوفر، الكلام يعني اللي هيقوله. هنا كتبت له الكلام. طبعا هغير الصورة، هحط صورتي او صورة المكان التانية، الصورة التانية للمكان. هنا بعد ما اخلص بقى دي النتيجة التانية. بدأت أتعرف على الدنيا، محاضرات ودكاترة. طبعا اقدر اعمل تنقلات بين المشاهد، في مديني كذا اوبشن كانه فيديو اديتور معايا في نفس المكان، وانا مكاني من غير ما اخش على كاب كات مثلا، من غير ما اخش على اي حاجه، على اي فيديو اديتور. فدوت يسهل معايا برضو الموقف شويه.
وهنا بحدد المدة اللي هو هيعمل فيها انتقال بين المشهد والتاني. ودكاترة دنيا في طبعا اختلاف في الصوت، ودكاترة الصوت دوت غير الصوت صحاب الأولاني. جديدة. في الاختلاف في الصوت زي ما قلنا فهنحل الموضوع ده في الآخر. هو دي المشكلة اللي كنت بقولكوا عليها. خش على المشهد التالت وبعمل برضه نفس الكلام، بنقل البرومبت، ومن البرومبت بعدها بنقل الفويس اوفر. نفس اللي عملته في المشاهد اللي فاتت بالظبط هعمله في كل المشاهد الجاية. يعني المشهد الرابع برضو كذلك. طبعا هوريكم النتيجة في الآخر كلها كاملة، هحطلكوا الفيديو في الآخر. في مشهد الرابع والخامس والسادس والسابع، عدد المشاهد اللي أنا محددها بالظبط. ديت بعض المشاهد اللي هو اداهالي. كانت هنا يا استسلم. كل دوت طبعا أي مشهد بيحصل بعمله إدراج وبحطه معايا علشان تتبان ستوري كاملة. دخلت كل دي مشاهد طبعا عملتها وانا بعمل اعادة انشاء للمشهد اللي مش عاجبني عشان يعملهولي بشكل تاني، او بعدل عليه في البرومبت حسب دماغي. بدأت أتعرف على بس الصدمة كانت الصوت طبعا مختلف بين الفيديو والتاني، اقدر ان انا اعدله. حل مشكلة الصوت ممكن اخش في التعليق الصوتي هنا واكتب اللي انا عايزه، اكتب يعني اللي انا كنت بكتبه في الفويس اوفر واختار الصوت من تحت هنا. او ممكن ان انا اخش على موقع 11 لاب. موقع 11 لاب دوت موقع فيه صوتيات كتيرة. شرح الموقع طبعا هيبقى في فيديو تاني ان شاء الله. بس هو فيديو فيه موقع فيه اصوات ياما، وفي طبعا ان انا اكتب اللي انا عايزه ويحدده كصوت واضيفه على الفيديو في الاخر بقى باستخدام اي فيديو اديتور صوت عربي. بقول لك ايه احذروا شو اليوم بدي احكي لكم عن موضوع كتير. طبعا هنا الاصوات العربي كلها اتضافت. اول يوم ليا في الكلية، وديت نتيجة كل مقطع من المشاهد. هنشوفوا النتيجة في الاخر برضو. المواد كانت بدأ كل دوت من مكان واحد اللي هو جوجل فيدز، وكله من موقع واحد وكله فيديوهات طويلة. هبدأ بقى ان انا لو عايز انزل الفيديو باجي هنا طبعا عند ملف هنا من فوق، بعمل هنا تنزيل، بعد كده فيديو MP4. خلاص كده الفيديو نزل معانا، وهحط لكم الفيديو في نهاية الفيديو اللي معانا. أول يوم ليا في الكلية كنت داخل وأنا مش عارف مستني إيه. بدأت أتعرف على الدنيا، محاضرات ودكاترة، صحاب جديدة. بس الصدمة كانت هنا. المواد كانت صعبة جدا. بدأت أذاكر وأجرب وأغلط وأتعلم. قلت لنفسي يا أستسلم، يا أشتغل على نفسي. دخلت الامتحان وكنت حاسس إني عملت اللي عليا، والنتيجة الحمد لله نجحت وكنت من الأوائل. ومن أول يوم لحد التخرج الرحلة كانت تستاهل.